مظاهر الفرح مثل ما تلاحظينها في كل مكان، على كل طاولة، على وجه كل مشارك. ومثل ما قال الملك فهد، البحرين بالنسبة له بنته الصغيرة، واحنا نتشرف بذي الشيء. ونشكر الحكومة السعودية وابو متعب، وهي مو بغريب على اهل السعودية. علاقتنا بالسعودية احنا اخوان في خليج المملكة العربية السعودية، يعني الشقيقة، ومثل ما نقول هي أم البحرين. أحب أشكر أبو متعب والشعب السعودي. طبعا دكتور عبد الرحمن، مثل ما شفنا في التقرير البنوك تحتفل تفتخر بهالعلاقة الجميلة بين المملكتين، لكن أريد تخبرنا أكثر دكتور عن العلاقات في القطاع المصرفي وعلاقة العملة أيضا. نعم. بالنسبة للقطاع المصرفي والمالي، طبعا البحرين معروف أنها هي مركز مالي مهم في المنطقة، ولو نظرنا إلى حجم القطاع، يعني حجم القطاع كبير بالنسبة لحجم اقتصاد البحرين، يعني نتكلم عن حوالي 150 بليون دولار حجم القطاع، الأصول اللي يديرها القطاع المصرفي فقط، مقارنة ب 20 بليون دولار اللي هو الناتج المحلي الإجمالي، يعني مضاعف عدة مرات. يعني الحقيقة الأبرز في هالمجال أن معظم رؤوس أموال المصارف في البحرين جزء كبير منها تعود لاستثمارات مباشرة من المملكة العربية السعودية. يعني إذا المملكة العربية السعودية هي من أكبر المستثمرين المباشرين، يعني الاستثمار المباشر نقصد به اللي هو استثمار طويل الأمد، اللي هو يكون استثمار في مؤسسات إنتاجية وليس استثمار في عقار أو أوراق مالية. فالاستثمار السعودي مشهود له في البحرين، سواء في الشركات الصناعية بس بصورة يعني أكبر في القطاع المصرفي. كبريات المصارف فيها ملكية مهمة لمواطنين من أو مستثمرين من المملكة العربية السعودية. إضافة إلى ذلك يعني المصارف المحلية سواء مصارف التجزئة أو مصارف الجملة عندها نسبة كبيرة من عمليات التمويل هي في دول مجلس التعاون، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، سواء استثماراتها أو تمويلاتها أو الإيداعات أو التمويلات اللي تأتي من المملكة العربية السعودية. يعني القطاع المصرفي نقدر بكل ثقة نقول هو يعني يجسد حقيقة عمق العلاقات، يعني في المصارف التقليدية والمصارف الإسلامية. كبريات المصارف اللي موجودة في البحرين هي مشتركة برؤوس أموال بحرينية وسعودية وكويتية وإماراتية وخليجية، وهذا شيء طيب. يعني بالنسبة للعملة، يعني أنا أتصور حتى العملة يعني تجسد التكامل الاقتصادي بين البحرين والمملكة العربية السعودية. طبعا أنا سابقا كنت في مصرف البحرين المركزي، وشاركت في اجتماعات اللجنة الفنية للاتحاد النقدي بين دول مجلس التعاون. يمكن الكل يطالب فيه أيضا عشان يكون الترابط أكثر بينه وبين بعض. طبعا هو يعني مطلب شعبي. نعم. ومطلب حتى رسمي. طبعا هذه الاجتماعات مستمرة من حوالي 10 سنوات، وطبعا احنا كنا ممثلين فيها كمملكة البحرين، واخواننا في مملكة السعودية كانوا ممثلين بقوة وكانوا داعمين، يعني داعمين لهذا المشروع ولا زالوا. ولكن يعني في شغلة نبي نبينها حق الناس، ان يعني الاتحاد النقدي او وحدة العملة يجب ان ترتبط على اساسية اسس. من ضمن الاسس القبول بعملات الطرفين والثقة المتبادلة في اقتصادات البلدين. يعني احنا اليوم في البحرين شو اللي نشوف العملة السعودية، الريال السعودي مقبول ومتداول، ونسبة مهمة من الريال السعودي يتداول في البحرين بصورة يومية. معناته ان هذا القبول موجود لدى الناس. حتى احنا نفسنا لما يعني نروح في اي يعني محل تجاري احيانا وندفع نستلم الباقي بالعملة السعودية ونقبلها، معناته ان في ثقة بالنسبة للبحرينيين اللي يسافرون وخاصة للمنطقة الشرقية
معظم الأحيان يدفعون بالعملة البحرينية بالدينار البحريني وهو مقبول. إذا يعني في ثقة متبادلة في عملات البلدين وتتبادل يعني بصورة متعادلة، وهذه أتصور أساس يعني طيب جدا وكبير بالنسبة للعملة اللي إن شاء الله يعني هالمشروع يتحقق ويرى النور يعني. إن شاء الله. أكيد في نهاية هذه اللقاء نشكرك دكتور على وجودك معنا، على توضيح أيضا هذه الأمور من الناحية الاقتصادية يمكن. شكرا لك دكتور. مشاهدينا فاصل ومن بعدها راجعين نواصل مواضيع هذا الصباح وحملة أنا البحرين. من محطة إلى أخرى تحط سيوف الولاء رحالها ويتهافت عليها البحرينيون والخليجيون وحتى المقيمين. تواصل معكم مشاهدينا وحملة أنا البحرين. يسعدنا انضمام منسق أول شؤون الشباب الأستاذ محمد جاسم الحمادي. صباح الخير ويا أهلا فيك. صباح الخير. يعطيكم العافية أول شيء على هالفعالية الحلوة الصراحة. تسلم لي طيب بدر. بداية ما هي أوجه التعاون مع المؤسسات الحكومية؟ أولاً احنا نحب نوجه الشكر حق عدد من المؤسسات الحكومية. هيئة شؤون الإعلام مشكورة، إن شاء الله راح ننظم معاها. احنا لازم من أول شيء قبل لا نقول أوجه التعاون نعرف أن احنا الحملة مقسومة قسمين، عندنا أنا أقدر وأنا معاكم. أنا معاكم احنا مع الجمهور اليوم من خلال الفعاليات الشبابية اللي موجودة في المجمعات التجارية، هذه واحدة من أنا معاكم. أنا أقدر هي برامج توعوية وتدريبية إن شاء الله راح نقوم فيها. أولها طبعا مع هيئة شؤون الإعلام، راح يكون لنا برنامج إن شاء الله مع المحاضر الدكتور أحمد جناحي عنوان أقدر أتغير، بيكون راح يستضيف مجموعة من الشباب، برنامج اجتماعي نحاول نغير بعض السلوكيات اللي فينا من خلال البرمجة العصبية اللغوية اللي هي NLP. عندنا أيضا موضوع طبعا فقرة حق الدكتورة عائشة الشيخ المحاضرة بكلية العلوم الصحية ضمن برنامجكم أعتقد. نعم أسبوعيا. أي نعم بتكون أيضا ضمن البرنامج. هذه بالنسبة حق هيئة شؤون الإعلام. بالنسبة حق وزارة التربية والتعليم عندنا أيضا راح نزورهم، عندنا برامج توعوية وثقافية إن شاء الله راح تكون معاهم، زيارات للمدارس، محاضرات أسبوعية، يعني نحاول أن نغير اللي في النفوس خلينا نقول اللي سببت الأحداث الأخيرة. نعم، لو حدثنا أخوي محمد عن دور الرعاة والأعضاء الشرف لهذه الحملة، حملة أنا البحرين. والله يعني اللي أسعدنا صراحة كبرنامج شباب في المجلس الأعلى للمرأة أن مجرد يعني أعلنا بس عن حملة أنا البحرين جاتنا اتصالات كثيرة وعلى طول ناس هي بنفسها تتصل اليوم الكل مستعد يمكن انه يقدم شيء لو بسيط من اجل طبعا اجل البحرين، يعني في النهاية هاي البحرين تاج راسنا. لا ننسى ان يعني الشخصيات اللي بادرت، احنا كان يهمنا كلجنة شبابية ان المسؤولين عن الشباب في البحرين يبادرون. الشيخ سلمان بن ابراهيم الامين العام المجلس الاعلى للشباب والرياضة كان موجود ويانا، معنا هشام الجودة رئيس المؤسسة العامة للشباب والرياضة، مجموعة من الإعلاميين صراحة اللي ما قصروا واللي مجرد يعني وجود اسمهم أنتم أيضا كأصدقاء الحملة يمكن ضمنوكم من أول الناس، مجرد وجودكم كناس شخصيات عامة مشهورة في المجتمع هذه تعطي الحملة زخم. احنا كثير من أمس يعني يوم كنا موجودين على هاي الستيج كثير ناس سألتنا والله متى بيشرفون سعيد الحمد، متى فيصل الشيخ راحيي، جميع اللي حطيناهم كأعضاء شرف الكل كان ينتظرهم موجودين على الستيج. طيب شو البرامج المشتركة اللي راح تكون مع الجهات المعنية بشؤون الشباب؟ طبعا المؤسسة العامة للشباب والرياضة عندنا المؤسسة العامة راح نبتدي وياها برامج في الصيف ان شاء الله، راح نبتدي برامج حق الشباب من خلال يعني بندش في برنامجهم الشبابي كحملة أنا البحرين، وراح ان شاء الله تكون مجموعة من البرامج الثقافية اللي ما يوصلون الشباب المدرسة بعدين الا هم يكونون خلاص واصلين يعني خلينا نقول الى تآلف وتلاحم من خلال هاي البرامج الضخمه اللي راح ان شاء الله ننظمها. انا بس على اساس ما انسى ايضا عندنا نسيت الرعاه، احنا رعت الحمله مجموعه كبيره من الشركات صراحه كلهم تسابقوا في حب الوطن، يعني عندنا هالورد الحلو من رواسي، عندنا مجموعه كبيره البحرينيه الكويتيه للتامين، يوسف بن احمد فخر واولاده، مجموعه كبيره
ايضا السفريات، سفريات السفير، بيت السفر، هذه ضروري نوجه لهم شكر. شركه احمد بن محمد جاسم للمقاولات، انا يعني ما تحضرني جميع الاسماء الان، لكن ضروري نوجه لهم شكر، لان مجرد بس قلنا لهم عندنا حمله اسمها انا البحرين جميعا رحبوا بدون يعني اي تكلف صراحه، ويعني نشكرهم جميعا. انا حبيت استغل الفرصه المباشره اني اشكرهم. واحنا اللي نشكركم ايضا على هذه الحمله. الله يطول عمرك ابو بدر، وانتم ايضا لكم كل الشكر. هلا بحرين، الله يسلمك، ما قصرتوا ويانا من بدايه الحمله الى اليوم، واليوم وجودكم هي اكبر دليل على دعم هيئه الشؤون الاعلام. شكرا جزيلا. شهدت الحملة الوطنية الأكبر من نوعها في البحرين للتوقيع على وثيقة العهد وسيوف الولاء للقيادة الرشيدة في غرفة التجارة والصناعة إقبالا ضخما من قبل أعضاء الغرفة، كبار رجال الأعمال، التجار، ومن قبل المواطنين والمقيمين الذين توافدوا للتوقيع تعبيرا عن ولائهم محبتهم لجلالة الملك المفدى والحكومة في مملكة البحرين. الأجواء الخاصة لليوم الأول للحملة في بيت التجار نشوفها مع بعض في التقرير من إعداد الزميلة فرح الحسيني. من محطة إلى أخرى تحط سيوف الولاء رحالها ويتهافت عليها البحرينيون والخليجيون وحتى المقيمين من كل حدب وصوب في هذه المملكة الغالية للتوقيع على وثيقة العهد وتجديد البيعة والولاء للقيادة الرشيدة لشعب البحرين، لا سيما في يوم الوفاء والعرفان للشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية، وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود. الهدف من الحملة هي توحيد القلوب، كل الناس الموالين، كل الناس اللي عايشة على هالبلد هذه اتي تكتب ولائها حق جلالة الملك وحكومتنا الرشيدة. وهالفعالية احنا مسوينها حق كل أهل البحرين، حق كل إنسان عايش على هالأرض الطيبة. مسوين هالفعالية هذه عشان ينسجن ولائهم عند الملك ونشوف محبة الناس حق الملك. والحمد لله الفعالية اليوم أخذ لها 15 يوم وانتقلنا في عدة محافظات، وطبعا هي الفعالية تحت رعاية سمو الشيخ ناصر بن حمد، والفعالية ما زالت من نجاح إلى نجاح. البحرين ما شاء الله شايفين يعني عشان نكونوا صريحين كل الأمن وكل ما شاء الله بلد يعني قاعدة بتتطور يوميا أقدر أقول. يعني أنا شخصيا ما أشوفش يعني إنه سبب للي صار كله، فعشان هيك يعني احنا مع شيوخ البحرين وحكومة البحرين. عندي قصيدة في حب الوطن ورد الجميل حق درع الجزيرة، يقول هب الغريبي حامل لي البشاير من أرض نجد للبحرين عابر، مخبرني عن جيش من أصل القبائل وبعبور الجسر فرحنا كالطير الطاير، وسلامة البحرين هلت البشاير وعمت البحرين في كل سكة وعاير، وشعت البحرين بانوار الفناير كانها طلعت شمس في بنك القوايل، والخليج عزنا وفخر القبائل. حي المليك من نسل العتوب بين الأمم قد نال الإعجاب، شفته وعقلي غدا مسلوب يومي لي بنظرة تصلب الألباب، للشعب متلمس لكل مكروب، حلال النايبات الجيد الصعاب، راية العز تاريخها منسوب علابها فوق هام السحاب. سلامتكم. وتخلل الفعالية الاحتفال باليوم السعودي البحريني من خلال تقديم فن العرضة الخليجية الشعبية، ما أضفى مزيداً من الحماس وروح الوحدة الوطنية على الأجواء.